كان مجرد بداية، وعادل قرر إن هو اللي يكتب الفصل الأخير. بعد أحداث المخزن عادل بقى راجل مختلف. الشرطة أعلنت إنه مفقود وجثته ما كانتش موجودة وبنته مفقودة معاه، بس الحقيقة إن عادل كان عايش بس بشخصية بعيدة شوية وجديدة عليه. ساب كل حاجة ورا ظهره، ساب اسمه، ساب وظيفته، ساب حياته القديمة، وبدأ يدور على الناس اللي لسه مكملين في اللعبة القذرة دي، الناس اللي كانوا سبب في قتل نورهان واللي حولوا محمود من راجل فنان عادي خالص حياته هادية لقاتل متسلسل. أول اسم منهم في القايمة كان اسمه جمال النقراشي، أو من جبروته نقدر نقول عليه جمال باشا النقراشي. كان واحد من رجال الأعمال الكبار والواجهة النظيفة للمنظمة السرية اللي كانت بتستخدم المودلز والمصورين في عمليات زي ما قلت لكم عليها قذرة. بس الأهم هو اللي أصدر الأمر تصفية نورهان من البداية. عادل كان بيراقبه لمدة أسبوع وعارف تحركاته، أماكن خروجه، بيته، حراساته. وفي ليلة ضلمة جمال دخل فيلته، قفل الباب وراح مكتبه، بس ما كانش لوحده. لقى ظرف أبيض على مكتبه، فتح الظرف. افتكرتها مجرد بنته هتعدي، بس دي طلعت قضية. فكرني الرصاصة اللي قتلتها دي كانت عيار كام؟